انت درت ترميم فقط للملاعب باموال القروض صندوق النقد الدولي وايضا صندوق الافريقي. يعني هذه الملاعب اصبحت عباره عن شحاتها، يعني تشحت باش يعطوا لك اموال وتقول انه في 10 اشهر بنينا ملاعب. نتاع مولاي عبد الله اللي كنشوف فيه مهم هو انه بناتوا الاطر المغربيه، بناتوا المقاولات المغربيه، والعدد نتاعها 100 اكثر من 100 مقاوله ساهمت مغربيه ساهمت في تشييد المركب نتاع مولاي عبد الله. وملي بغينا نتكلموا على الكلفه نتاع الملاعب، الكلفه نتاع الملاعب اولا ما كايناش في الميزانيه العامه. الا خديتيو الميزانيه ديال العامه المفصله غادي تلقاو بان الكلفه نتاع المونديال هي 3 المليار، فيها مليار و600 للONCF المكتب الوطني نتاع السكك الحديديه، وغادي نشرح علاش، وفيها واحد اقل من مليار تنخلصوه لان اون لوفي خدينا الفلوس من عند لي زانستيتيسيونيل باش غادي نمولوا هذا البناء ديال الملاعب حتى 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. واعتقد جازما بان المداخيل ديال هذه الملاعب تفوق هذه الكلفه نتاع الكراء نتاعهم سنويا. دوك الا بغينا نتكلموا على الملاعب هذه هي الحقيقه. بقول لك ايه، لما يجي الحمار يعيش في دور الاسد سيبه، ما هو كده كده لما هيجي ينهق هيتعرف انه حمار ولا ايه؟ وانا هنا مش بتكلم على الحمار.